يا اخوانا عسلامة، الست دي قدمت اللي العالم كله ما قدرش يقدمه. دي سيدة تونسية وهي بتبكي وهي بتودع بنتها اللي هتشارك في اسطول الصمود. تخيلوا هتركب قارب هيبحر مسافة 2300 كيلو في نص البحر عشان يوصلوا لغزة ويكسروا الحصار. ده غير ان هم ممكن يتقصفوا في البحر، ده غير ان هم لو وصلوا، ودي معجزة في حد ذاتها اساسا، هو مين اللي هيستقبلهم؟ اكبر مجرمين في تاريخ البشرية كله. كمان ما تقدرش تنسى موقف المشرف للتونسي حسام الدين بن طاهر اللي عنده قارب مميز ونادر مفيش منه غير 11 بس على مستوى العالم كله، هقدمه هديه لاسطول الصمود. كمان بيقود المركب بنفسه عشان يكسر الحصار عن المساكين والمستضعفين واهلنا في قطاع غزه. كمان ما تقدرش تنسى ابدا موقف المخرجه التونسيه كوثر بن هنيه اللي عملت فيلم صرخة هند رجب اللي زلزل العالم كله، واللي صح كل ضمير العالم، واللي خد اكبر وصلة تصفيق في التاريخ 24 دقيقة متواصل. اكبر نجوم العالم بيسقفوا لها وبيسقفوا للفيلم بتاعها. فتونس بصراحة كسبت التحدي ده، غير ان تونس هي الدولة الوحيدة في العالم او الدولة الوحيدة اللي ليها شواطئ على البحر المتوسط اللي وافقت ان هي تستقبل اسطول الصمود، وفتحوا له وفتحوا بيوتهم للناس واستقبلوهم استقبال الفاتحين واكرموهم وهنوهم واحتفلوا بيهم وودعوهم توديعة الابطال. المواقف دي مش هتتنسى من التاريخ كله، المناظر دي مستحيل التاريخ ينساها. فتونس كسبت التحدي. تونس راها بلاد باهية، برافو يا ولد اختي برافو. اما بالنسبه للست اللي كانت بتودع بنتها، يا رب تشوف الفيديو ده. انت ست سكر ما شاء الله عليك، الله يعطيك الصحه ويعطيك كل ما تتمنى يا رب، ويطول في عمرك ويبارك فيكي. ده كمان عايزه تشارك في الاسطول في السن ده، وعايزه تشارك. يا اخوانا انتوا متخيلين؟ ان شاء الله بنتك هترجع لك سلمى غنمه منتصره رافعه راسها مبسوطه، وتفرحي بيها وتشوفي ولادها وتجوزيها ان شاء الله، وجوزها ينكد عليها كمان. وانا اقول لك جوزها هيقول لها ايه في المستقبل كمان. عشان انا من اللي خديتك النهار الاولاني قلت لك يا فاطمه يا بنت الناس انا نحب المكرونه، لا قلت لك طيب لي طروس، لا قلت لك طيب لي مناني، لا كلب بحر، لا تريل حجر، لا علوش محشي، لا كفتاجي، لا شيء، صحن مكرونه. انا نسيت اسر الجمله كلها من كتر ما انا متاثر بالموقف. حبايب قلبي سلام.